في الفيديو النهارده هنرد على سؤال مهم قوي. ازاي ممكن تصاحب ابوك؟ ازيكم يا اجمد واصيع ناس في العالم. ازيكم يا اجمد واصيع وانبل واكتر ناس عندها اخلاق في العالم. ليه بقول انبل واكتر ناس عندها اخلاق في العالم؟ لان لما واحد يقول لي ازاي صاحب ابويا، فده معناها ان هو عنده، معناه ان ابويا عرف يربي اصلا. حتى لو هو سالني طبعا بغرض ان هو عايز يشوف حل في ان هو مش عارف يصاحب ابوه، بس سال السؤال ده، فده معناه ان هو جواه، مش هقول لك بقى جو بذره نظيفه وكده، لا بس جواه حاجه جامده قوي ان هو عايز يعمل حاجه زي دي. هو انا ليه اصلا ممكن اتكلم في حاجه زي دي؟ هل انا مؤهل ان انا اعرف اتكلم اصلا على حاجه زي دي؟ كده كده مش هعتبر نفسي مؤهل حتى لو انا مؤهل، بس انا اب وعندي اب، فهقول وجهه نظري وتجربتي الشخصيه، مش هقول الصح والغلط ايه. وانا عامه في العادي ما عنديش مشكله خالص لما النضاره بتاعتي تبقى كبيره لدرجه ان هي يعني كانها طالعه بره وشي، لان انا بحب المبالغه في حاجات برضو. فعشان قلت اوفر برضو لو حد لاحظ القصه دي، انا عارف ان النضاره دي شكلها عريض وكبير، بس فيها معاني اكبر بكتير من كده. ان اولا من اللي جايبها لي، ثانيا انا بحب المبالغه، ثالثا انا بحب رايكم عامه كده كده في كل الاحوال. بشكل عام كل اب بشكل ثابت يتعامل معاه ايه؟ مستحيل، لان مفيش بني ادم في الحياه زي التاني، مستحيل. برضو تجربتك مع ابوك وعلاقتك بيه والكلام ده كله ملهاش اي مقارنه بحد تاني. يعني لو حد قال لقيته ابوه طول النهار شايله وبيحضنه وبيبوس فيه وبيتمشى معاه، فانت تقول ابويا ما بيعملش معاه كده، ده ابويا بيزعق. انت ما تعرفش ابوه بيعمل معاه ايه تاني بعد كده. فالمعادله انت بتخلقها بالظروف بتاعتك. بس في حاجه مهمه جدا انا لازم يعني اقولها، مش هينفع انفض. انا عارف ان انت ممكن اكيد ابوك يكون شخص بيأذيك، بيعاملك وحش، اذاك جسديا بشكل معين، فما انا ما اقدرش، انا طبعا اسف ان دي حاجه زي دي حصلت معاك، بس انا مش هقدر اقول بشكل اللي هو يعني مظبوط ايه المفروض تعمل في حاجه زي دي. بس لو انت ده الظرف اللي انت فيه، فانا اسف ان انت في حاجه زي دي، ولازم تشوف حل ان انت تخرج من ده. ازاي؟ مش ان انت يعني تقعد تركز ابويا ابويا ابويا. يعني انت لو انت ده الظرف اللي انت فيه، في ناس يعني قصص كتيره جدا بنسمعها وانت بتسمعها ان في واحد ابوه كان بيعمل فيه وبتاع وبيضربه وبيعذبه وكده، وراح ساب البيت وسافر مش عارف عمل ايه واشتغل وبنى نفسه وبقى مش عارف. في قصص كده كتير قوي، مش لازم تبقى دي القصه يعني اللي انت ناوي تعملها. بس عامه لو الظروف اللي انت فيها مش عاجباك وعايز تغيرها، خد خطوه، لكن ما تفضلش سايب نفسك في الحبس اللي انت فيه او شايف ان انت فيه وبتشتكي وبتلوم الشخص ده على اللي انت فيه. ماشي. نقطة تانية مهمة جدا انا يعني بحب اقولها على طول، لما حد بيشتم ابوه او امه او يقولك دي ست خرا او ده راجل غبي او كده، ممكن يكون في اخلاق معينة ما اتخلقتش جواه، او ما حاولش هو ينميها بينه وبين نفسه او كده، ان هو يقول حاجات بالشكل ده، او ممكن يكون اتأذى جامد قوي وكده. بس انا مش مع ان اي حد مهما حصل اللي اتحط فيه او كده ان هو يشتم في اهله مهما كان. ممكن يكون عنده مشاكل معاهم، عنده تعقيبات عليهم، عنده اي حاجه، بس ما يشتمهمش. ده مش مقبول. نيجي لمصاحبه الاب. بمنتهى الصراحه انا ما بفكرش في ابويا كانه صاحبي. احنا ممكن بنعمل حاجات مع بعض زي الاصحاب، بس مهما حصل انا بحب اشوف ابويا انه ابويا، الحاجه العظيمه الكبيره. لو هو اداني مساحه ان انا اهزر، استظرف في مره اقول له يا عادل، عدول، ايا كان الكلام اللي بيتقال، دي حاجه هو اللي اداني او وافق ان هو يعمل كده. بس ده مش هو بالنسبه لي، ده مش، انا بقول لك على بالنسبه لي انا، يعني ده بالنسبه لي مش الطبيعي. انا بحب ابويا حاجه بالنسبه لي، حاجه ليها وقار قوي، يعني بديله ابويا. فكره بقى يعني ان مثلا يبقى قاعد واحط رجلي على الترابيزه قدامه، ابقى مثلا قاعده كده معينه اللي هي بابا ايه النظام كده وبتاع، انا ده مش انا. ان انا ما اقولوش بابا عامه طول النهار، اقعد اقول له عادل 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 عادل، لا. هو انا لازم مني ليه هو اعرفه اللي هو لا، هو مش عادل، هو ابويا. ايه يا بابا، ايه يا بابي، ايه يا بابي، ايه ايا كان، لازم اقول له اللقب بتاعه اللي هو انت ابويا. قبل ما افكر احاسبه لازم احط في دماغي كام حاجه. انه بني ادم. بني ادم بمعنى ايه؟ انه جاهل، خطاء، جميل، كريم، بخيل، عصبي،
هادي، في كل الميكسات بتاعت البني ادم. بس طبعا لما عشان الواحد بيبقى اللي هو انت مش انت المفروض ابويا انت بتعمل كده ليه؟ هو انا بالنسبه لي ابويا لو عمل اي حاجه بعامله ان هو بني ادم، ما بعاملوش ان هو ابويا. فوارد جدا ان هو يبقى بيلوش، وارد جدا ان هو بيعمل حاجات اللي هو انت اكيد في حاجه في دماغك، بس هو ابويا انسان، بس هو ابويا، لكن هو في الاول وفي الاخر بني ادم. فوارد ان هو يعك جامد قوي عادي، وبيمر بحاجات منيله، بيصرف عليا وانا واخواتي، بيحاول يبني البيت، فجاه ممكن تلاقي شغله طار، فجاه شغله مش شغال عدل باظ، فجأة قاعد بيفكر في مستقبل او بيفكر في حاجات، او ممكن يكون ما بيعملش حتى اللي عليه. انا بقول بفترض ما بيعملش حتى اللي عليه، بس هو في الاول وفي الاخر بني ادم. فانا عمري ما بحط نفسي في مساحة ان انا بحاسبه. انت ابويا، المفروض هو لو مش بيعمل اللي عليه والمفروض مش بيتحرك بالشكل اللي هو المفروض يعمله، فانا هشوف انا هعمل ايه. بس لازم احط في دماغي في اي حاجة بتحصل سواء من ابويا او امي، بس اي حاجه بتحصل ده بني ادم، ولازم احط نفسي مكانه لما بيحصل ظروف معينه عشان افهم هو بيفكر ازاي. لو حطيت في دماغك الموضوع ده هتلاقي ان انت المساحه ان انت تعرف تصاحبه ابتدت تظهر ازاي. الراجل ده بيتعامل معاك ان انت طفل صغير، مش فاهم، مش مقدر، مش شايف اللي قدام المستقبل، كلام من ده. وهو هيفضل مهما حصل. يعني انا دلوقتي انا عندي 40 سنة، فهد عنده سنتين، فرق بيني وبينه 38 سنة. هل انا هيجي في يوم من الايام اقول فهد يجي مثلا يقول لي شعرورة ايه النظام، هقول له يا حبيبي انت شكلك فاهمني؟ لا، هو أنا ده عنده سنتين، ده انا كنت بغير له الكفولة. فمهما حصل هفضل شايفه صغير. مش بقول انا هتصرف ازاي، انا يعني ممكن انا اقول بعدين هعمل ايه مع فهد كتصرفاتي معاه او كده، بس هو كده لازم هبقى، بس هو اكيد بالنسبة لي هيفضل صغير. كان بيبي انا يعني، فطبيعي ان انا هبقى اشوفه صغير. فانا مع ابويا لازم ببقى لما باجي اتعامل معاه مش بتعامل معاه مهما انا كبرت. انا دلوقتي بقى عندي 40 سنه، ابويا عنده كام سنه؟ 70 سنه مثلا. انا بالنسبه له عيل زبله يعني، انت بتهزر معايا. بس في نفس الوقت لما انا اجي اتعامل معاه انا بتعامل معاه ان انت الكبير كده بديله برستيجه. لما باجي افتح مواضيع بحاول افهم ايه اخباره، عامل ايه في الشغل، شكرا يا بابا ان انت مستحملنا او بتصرف علينا او بتعمل الحاجات المقرفه بتاعت الحياه. هتقول لي بقى الكلمه المعروفه اللي لو انا قلتها، انا لو قلت الكلمه دي ابقى انا فاشل لو فكرت ان ابويا ما هو اللي مخلفنا. لا، هو مش هو اللي مخلفك، هو ربنا اللي خلقك اساسا. ربنا هو اللي خلى الموضوع ده يحصل اساسا، ربنا اللي كاتب ان انت هتتخلق. فمش وهم جابونا ما خلفتونا ليه؟ هو ما خلفكش، ما ممكن كان يقعد ينط وما يخلفش في الاخر، بس هو ربنا اللي عايزك تيجي. فلو ربنا عايزك تيجي فده معناه ان هو ده اللي المفروض يحصل. فانت لازم انت اللي تبقى مقتنع ان انت جيت الدنيا دي وربنا اللي جابك، فما تحاسبش ابوك، وهو لازم يبقى مقتنع ان انت ربنا اللي جابك فيبقى كويس معاك. يعني هي العلاقه كده، لازم تساله على شغله، لازم تشكره. هتقول اللي هو والله ولا بيحس. انا طبعا انا مش هقعد اقول لك بقى افرض، يعني انت ممكن ابوك يكون فعلا واحد جاحد، بس انت لو انت بتعمل اللي عليك بينك وبين نفسك وكويس، فانت بتعمل الكلام ده كده لربنا. وفي نفس الوقت انت كل ما تجيلك فرصه عشان تثبت له او توري له ان هو شخص انت مش بتقول عايز تصاحبه، عامله كانه صاحبك باحترام باخلاق. انت بتعمل ايه مع صاحبك؟ تسال عليه، ما تيجي ننزل، ما تيجي ياخدك افسحك، تروح هو جايب له هديه في مناسبه، لو اتخانق تقف في صفه، لو ما معهوش فلوس تقف معاه، او لو ما معهوش فلوس ما تنزلوش اصلا وما تجيبش سيره نزول وطلبات. ما هو صاحبك. فلو انت عايز حد يصاحبك انت بتتعامل معاه ان هو صاحبك. فده انا بقول لك وجهه نظري في القصه. وانا بعمل ايه مع ابويا؟ انا ابويا بتعامل معاه ان هو ابويا، مش بتعامل معاه ان هو صاحبي. لما لازم ابقى محافظ على الكيان بتاع الراجل ده. افرض مثلا ابويا دلوقتي مثلا طلع معاش، فانا لازم افضل حتى لو عمري ما حسسه انه طلع معاش. انت ابويا ربنا يخليك لينا، ربنا يكرمك، انت اللي عملتنا، انت طول النهار والليل. لانه هو انا وجودي ده اصلا لازمتي في الحياه، ده اصلا دي يعني ده هو كده زبالني استفني كده رحت طالع بني ادم. فده شكرا قوي ان هو عمل كده، بيصرف عليا. انا لما بشوف اصلا الواد فهد واسماعيل بيعملوا ايه وكده بكلمه بجد، كل ما يحصل اروح اكلمه اقول له شكرا انتوا استحملتونا انا واخواتي، دي حاجه تقرف، احنا عيال مقرفه. فيعني مش عايز اطول، بس انت كده ما تاخدش المواضيع بشكل شخصي بينك وبينه، وما تعتبرش ان هو ابوك وتحاسبه. حاسب نفسك الاول، وبلاش الحساب عامه. لازم تدي مساحه كده للشخص اللي قدامك ان هو تعامله ان هو بني ادم، وتراعيه وتشكره. بيأذيك ومدمرك والكلام ده كله، حاول تاخد خطوه، بس ما تعاملوش بالمثل
لان كده كده مهما حصل مش هيبقى فيه، مش هتعرف تحط راسك براسه، لان انت مهما حاولت كده كده مش هتنفع تحط راسك براسه، لان هو عملك. انت دلوقتي لو انت عندك 12 13 14 15 20 سنه، هو اللي عملك برضه وصرف عليك لحد ما بقيت في الموضوع ده في السن ده. وحتى لو انت هو معذبك، انت بتتعذب بقالك 20 سنه، بس هو برضه كان بيتعذب وانت مش حاسس لحد ما بقى عندك 15 سنه، قاعد بيصرف، قاعد بيغير، قاعد هو امك عشانك. يعني بص، حط الحاجات دي بس في دماغك، وما تتعبش نفسك قوي في القصه. وراجل المحترم اللي بعت لي السؤال بتاع انت انا ازاي صاحب ابويا ده، انت رهيب. بس يعني كده كده يعني هحب تقول لي انت عملت ايه لو حاولت تعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو النهارده. واتمنى الفيديو يعني، بس انا بقول لكم يعني زي وجهة نظر كده، وبقول لكم انا بعمل ايه او بفكر ازاي في الموضوع. لو حد عنده افكار لذيذه يا ريت يسيبها في الكومنتس، تبقى رهيبه. وبس كده. شكرا يا جماعه قوي ان انتوا اتفرجتوا، وبجد انا مبسوط ان انتوا بتسالوني اسئله بالكواليتي الجامد ده. يعني انتوا اللي عملتوا الفيديو، والاسئله بتاعتكم الكواليتي دي بتبين ان في ناس نظيفه قوي بتتفرج على الفيديوز. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.